اهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناه. ان شاء الله راكم كلكم بخير وعلى خير، وصباح الخير وصباح العسل مع وجوهكم. راح نديروا البقلاوه اللي قالوا عليها البقلاوه الكاذبه، ونعطيكم رايي فيها بكل من امانه. هنا واش حطيت كاس حليب، حطيت نص كاس حليب ونص كاس ياورت طبيعي. حطيت معاه كاس زيت نقص، وكل كاس كل كي نقصوا منه يعني اصبع. نحركم مليح المكونات تاعنا ونعطيكم رايي يعني صراحة في هذه البقلاوة، مع احتراماتي للبقلاوة. لهنا راح نستعمل الجوز لأنه هما استعملوا الكاوكاو. أنا جربت بالزوز لأني ما عنديش كاوكاو. زدت هنا عظمة، دونك كنت حطيت الزوز يترحى، حطيت عظمة كان بيض أو بيضة كاملة. نحركوا مليح يعني في كل مرة نحطوا مكون لازم نخلطوا مليح باش يدخل المكونات كل في بعضها. لهنا زدت الكاس تاع الاول تاع الجوز مرحي. كما قلت لكم الوصفه هي الاساس، الوصفه الاصليه تاعها كاوكاو. انا ما عنديش كاوكاو، استعملت الجوز باش نقربها شويه للبقلاوه. دونك حطيت كاس ونص جوز مرحي وخلطت مليح المكونات مع بعضها. لهنا زدت كاس الا اصبع تاع نشا، ونخلطوا كيف نبقاو نخلطوا المكونات كل مع بعضها. ومن بعد زدت لها الخميره الكيميائيه والفرينه، دوك تشوفوا قداه زدت لها. نخلطوا مليح. ومن بعد لهنا راح نزيد كاس، هما كيسين فرينه. نبدا بالكاس الاول نحط بشويه ونحرك، ومن بعد نحط الخميره الكيميائيه. حطيت كيس، هو انا نكيل بالمغرف وهي 15 غرام يعني كيس. سا ديبون، كاين كيس تاع 10 غرامات، كاين تاع 15. انا حطيت مغرف كبيره بومبي يعني تجيني 15 غرام، وجاتني سوا حطيتها كما تشوفوا المغرفه راهي معمره. ومن بعد نكمل النصف الاخر اللي بقى. دونك اون تو كيسين تاع الفرينه، وكاسين دو فيغ تاع فرينه، وكاس نشا ناقص اصبع تاع الفرينه، وبين فرينه ونشا يعني نواشف، ومغرف كبيره تاع خميره الحلويات. لهنا نلم العجينه بيدي حتى نجيني بالقوام هذا العجينه يعني تتلم بيدي، وفي نفس الوقت تكون طريه. يعني سريعة، العملية سريعة جدا. نجيب بلاتو فيه تقريبا 30 على 26 سنتيمتر، ما تتولهوش بالضربة اللي في البلاتو تكسر لي شوية. دونك دهنتها مليح بالزبدة، ونفرغ الخليط تاعي تاع العجينة اللي كنت خدمتها، ونبسطوها هكا مليح في البلاتو، نمشيوها مليح بيدنا، ونسقدوها بأون سباتول باش نحيولها دوك لي تراس تاع اليدين ولا تاع الأصابع، ونسقدوها مليح. ومن بعد نجيب سكينه فوالا نعطيها شكل مستوي هكا. نجيب سكينه نقصهم دي لوزونج ولا مقرودات، يعني نمشي هكا بالجنب، ومن بعد كنقص باش يخرجوا لي شكل مقرودات ولا دي لوزونج. لكن صراحه هي سهله جدا، وفي ساعة درتها ما خدتش مني وقت اطلاقا. المكونات تاعها سهله، بصح من 10 المستحيلات اني نسميها بقلاوه. عبالكم بخيتكم انا ندير ياسر البقلاوه، ترجعوا لقناتي راني نطيبها ياسر البقلاوه تاعنا تاع الشرق، البقلاوه غويال. لهنا كنت رشقت الكعبه تاعي بنصف كعبه الجوز. لكن قلت لكم نكمل. هي بهذه الوصفه سهله جدا وسريعه جدا وبنينه، فريمون بنينه توب. بصح ما عندها حتى علاقه بالبقلاوه يعني للامانه. لهنا جبت العسل كنت طيبته في الدار، تقريبا 500 غرام عسل، يعني رطل عسل. زدت حليته بالماء زهر، وصبيت وحطيت دخلت في الفرن اللي كنت مسخنته 180 درجه. كيما خرجت البلاتو تاعي من الفرن، كي تشوفوه حمار وطابلي مجويه الكل، نصبوا فوقه العسل ونخليوه. لازم ضروري يبات ليله كامله. ولا انا لهنا الصراحه ما طيبتوش ليله كامله، طيبتها في الصباح بكري، والعشيه خلاه جويه 7 هكاك حليتها سيتي، وكانت واجده، كان شاربه العسل ما شاء الله. دونك نرجعوا للرأي الشخصي والخاص، ونحتفظ برأيي الشخصي
مع احتراماتي للناس اللي حطوا الوصفه هذه، مستحيل اني نسميها بقلاوه، هذه معسله بوتيتر. الطعمه تاعها جاتني بين تميل هكا للرفيس كيما نقولوا حنا الزيراوي في جهه عنابه نسميوها الزيراوي، تميل جدا للطعمه تاع الزيراوي، ما عندها حتى علاقه بطعمه البقلاوه. يعني حتى كلمه بقلاوه كاذبه نسماو نقصنا من قيمه البقلاوه صراحه، وبالطريقه هذه تراثنا راح يروح من بين يدينا. دونك نسميوها معسله، نسميوها باغ حلوه الجوز، باغ حلوه الكاوكاو، ما باش تخرجوا لها اعطيوها اسم، لكن ابعدوا على كلمه بقلاوه كذابه، لان البقلاوه ما تستاهلش كلمه كذابه. وهذا رايي الشخصي. هي من جهه بنينه الي تخي 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 بون، الطريه جاتني تهبل صراحه، بنينه ياسر وسهله وسريعه. ممكن ديروها لرمضان، ممكن هكا عندكم ضيف العشاء يشربوا بها تاي ولا قهوه، ما عندي ما نقول، راهي البنه تاعها فريمون عالميه. اما باش نسميها بقلاوه، مع احتراماتي للبقلاوه عزيزتي سلطانة الميدة، مستحيل نسمي هذه بقلاوه. دونك جاتني مليحه بنينه جدا، نسميها معسله، انا نقدر نسميها معسله. هذا مكان اللي اخترع الوصفه بارك الله فيك، لكن للاسم سامحوني ما نقدرش نسميها بقلاوه. على هذا ان شاء الله تجربوها، هي سهله مهله ما فيها حد شيء، وتخرج لكم كعبه ياسر، يعني الكم بزوز كيسان فرينه خرجت كعبه ياسر. والسلام عليكم.